كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. الخوف ان يفوتك حاجة، الخوف انك ما تكونش شبه الناس. الموضة دلوقتي اننا نكون اجتماعيين، نخرج نسهر ونبقى في وسط اللمة، ولو حد قرر ينعزل او يمشي بدماغه عكس الترند الناس بتقول عليه كئيب ومعقد. بس هل الوحدة دايما وحشة؟ وهل انك تكون مختلف عن كل اللي حواليك ده عيب ولا ميزة؟ النهاردة حكايتنا عن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بجملة بتخلي الواحد جسمه يقشعر. قال عنه: يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. تخيلوا، أمة كاملة هتتحشر مع بعض وهو هيبعث لوحده. حكايتنا عن السائر الزاهد اللي رفض يعيش بقانون القطيع، أبو ذر الغفاري. فاصل وهرجع لكم تاني. كان غريب في إسلامه، وغريب في حياته، وغريب في موته. عاش بمبدأ: لا وحشة في قبري ولا أنس في دنياي. إزاي قدر يواجه المجتمع كله بكلمة حق، وإزاي مات وحيد في الصحراء؟ أبو ذر كان من قبيلة غفاري، ودي كانت قبيلة قطاع الطرق، يعني بيئته كلها سرقة وعنف. بس وكان فطرته نقية جدا، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بدري جدا. كان شجاع لدرجة إنه أعلن إسلامه في الكعبة وانضرب لحد ما أغمى عليه. المشكلة الحقيقية اللي واجهت أبو ذر مش في الأول، واجهته لما الدولة الإسلامية كبرت. الفتوحات كترت، والفلوس والأموال والذهب بقت بتجري في إيد الصحابة والناس. بدأ الناس يبنوا قصور، يلبسوا حرير، بيأكلوا أنواع طعام مختلفة. تغير اجتماعي طبيعي. بس أبو ذر الغفاري رفض التغيير ده. كان بيمشي في الشارع ويشوف القصور ويقول للأغنياء بجرأة: بشر الكانزين اللي بيحوشوا فلوس. بكى من نار جهنم. كان صوته عالي بالحق. كان شايف إن المسلم لازم يعيش بسيط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش، وما يغرقش في الرفاهية. الناس بدأت تتضايق منه: يا أبو ذر أنت بتتشدد علينا؟ الدنيا اتغيرت. حتى عثمان بن عفان استدعاه وقال له إن طريقتك دي بتعمل بلبلة. هنا أبو ذر خد قرار التاريخي، وهو العزلة. قال: أنا هاخد مراتي وبنتي واطلع أعيش في الصحراء، منطقة صحراوية مقطوعة، مش عشان هو بيكره الناس، لا، بس عشان يحافظ على سلامه النفسي ومبادئه. وفي لحظة وفاته حصلت النبوءة، ومات وهو وحيد في خيمته. مفيش جنبه غير مراته وبنته، ومعندوش حتى كفن يكفيه. مراته قعدت تبكي وتقول: تموت في الصحراء وليس عندي ثوب يسعك كفنا. فقالها: لا تبكي، النبي قال لي إني هموت لوحدي. اطلعي الطريق وشوفي مين معدي. وفعلا مرت قافلة فيها عبد الله بن مسعود، ولما عرف إنه أبو ذر نزل يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك. قصة أبو ذر هي طبطبة لكل واحد حاسس إنه غريب. قوة الانطواء، مش لازم تكون نجم الشلة عشان تكون مؤثر. أبو ذر كان بيحب الوحدة، ومع ذلك كان أصدق الناس لهجة. لو طبيعتك هادية وبتحب العزلة، دي مش عقدة، دي شخصيتك، احترمها. الثبات على المبدأ. في زمن الترند كل الناس بتقلد بعض، بتلبس زي بعض، بتتكلم زي بعض. أبو ذر بيعلمنا إنك ممكن تكون متمسك بقيمك أو متمسك بقيمة معينة حتى لو المجتمع كله اتغير حواليك. مش عيب إنك ترفض المظاهر والرفاهية الزايدة لو أنت مرتاح في البساطة. ما تخافش من الاختلاف. أبو ذر مات وحيد، بس مات كبير عند ربنا. قيمتك مش في عدد الفلورز ولا في اللمة الكدابة، قيمتك في صدقك مع نفسك ومع ربنا. أبو ذر عاش غريب عشان كان سابق عصره، كان شايف الحقيقة اللي غيره
انشغل عنها بالدنيا. أحيانا الغربة بتكون تمن الحفاظ على المبدأ. وسؤالي ليكم النهاردة، عمرك حسيت إنك غريب وسط أصحابك أو مجتمعك بسبب فكرة أو مبدأ متمسك بيه؟ وإزاي قدرت تتعامل مع الشعور ده؟ شاركونا في الكومنتات وخلونا نعرف إننا مش لوحدنا حتى لو حاسين بالوحدة. أشوفكم بكرة وحكاية جديدة، وحكايتكم هي حكايتنا، ورمضان كريم عليكم جميعا.